بتبدأ قصة فيلمنا بمشهد لمركب صيد بيملكها صياد اسمه ماركوس، واللي بيكون رامي شبكة الصيد في البحر. ولما بيبدأ ماركوس يسحب الشبكة عشان يجمع السمك اللي اصطاده، بيتفاجئ ماركوس إن في بنت في الشبكة وما بيكونش عارف يعمل إيه، وبيفك البنت من الشبكة وبيحاول إنه يفوقها ويساعدها إنها تتنفس. ولما بتفوق البنت بتكون خايفة وبتقوله إنها مش فاكرة حاجة عن نفسها ولا جت هنا إزاي، وبتمنعه البنت إنه يتصل وينقلها للمستشفى، وبتكون خايفة ومش عايزة أي حد يشوفها وكأنها هربانة من حاجة، وبتكون ناسية كل حاجة حتى اسمها. وبياخدها ماركوس لبيت كانت بتملكه أمه قبل ما تموت في جزيرة مهجورة، وبيقول لها إنه لازم يمشي ويسيبها دلوقتي لأنه مرتبط بميعاد مهم وإنه هيرجع لها تاني. وبيروح ماركوس على بيت مراته الأولانية اللي كان انفصل عنها، واللي بيكون عنده منها بنت اسمها أنا، واللي بتكون مريضة وعندها فشل كلوي. وبيكون ده ميعاد جلسة العلاج بتاعها، وبياخدها ماركوس على المستشفى. وفي جلسة علاج أنا بيحكي لها ماركوس على القصة اللي حصلت معاه على إنها قصة مش حقيقية عشان يسليها. بعدها بياخدها ماركوس بعد ما بيخلص جلسة علاجها وبيرجعها على البيت. وفي اليوم التاني بيروح ماركوس علشان ياخد مركبه من بيت أمه واللي سايب فيه البنت اللي لقاها في البحر. وبيكون ماركوس متأكد إنه هيروح مش هيلاقيها، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيها موجودة وبتكون قاعدة بتغسل هدومها. وبيقول لها ماركوس إنه لازم ياخد مركبه ويتحرك علشان يصطاد، وبتطلب منه إنها تكون معاه في رحلة الصيد لأنها مش هتقدر تفضل قاعدة لوحدها. وبيوافق ماركوس إن ياخدها معاه على المركب، وبتقول له إنه يناديها أوندن، وأوندن معناها البنت اللي خرجت من البحر. وأوندن بيكون وشها حلو على ماركوس لأنه أول مرة يصطاد الكمية دي من السمك، وفي نهاية الرحلة بيبيع السمك اللي اصطاده. وبيروح بعدها وبيشتري لها فستان جديد. وبيروح ماركوس لبنته أنا في المدرسة علشان يروحها البيت، وبيكلمها عن القصة. بيقول لها إن البنت اللي اصطادها الصياد من البحر تصطاد معاه وطلع وشها حلو عليه واصطاد سمك كتير. شك أنا في أبوها وإن القصة اللي حكاها يكون ليها علاقة بيه، فبتقرر إنها تراقبه علشان تعرف الحكاية. وبتمشي وراه لحد ما بيوصل لبيت جدتها، وبتتأكد إن في حاجة غامضة وإن القصة ليها علاقة بأبوها. وبتبدأ أوندن إنها تنظف في البيت، بعدها بتلبس فستانها الجديد. بعدها بتجيلها أنا وبتقول لها إنها كانت متأكدة من إن القصة اللي بيحكيها أبوها عن حورية البحر حقيقية، وإن الفضول هو اللي جابها هنا عشان تعرف الحقيقة. وبتسأل أنا أوندن إن لو عندها أي قوة خارقة تقدر تعالجها بيها، وبتقول لها أوندن إنها مجرد فتاة وإن ما عندهاش أي قوة سحرية تساعدها بيها. بس أنا ما بتكونش مصدقاها، وبتكون عارفة إنها حورية بحر وحولت نفسها لشكل البشر. وبتقول لها إنها بحثت كتير في الكتب عن حريات البحر قبل ما تجيلها، وعرفت إن حرية البحر لازم تلاقي جلدها تاني عشان تقدر ترجع وتعيش في البحر من تاني، وإنها تقدر تعيش 5 سنين بره المية، ولازم تلاقي واحد تحبه وتعيش معاه على الأرض. وبتسيبها أنا بعدها وبتمشي. وفي اليوم التاني بينزل ماركوس للبحر علشان يصطاد، وكالعادة بياخد معاه أوندن علشان تساعده. وبيصطاد ماركوس سمك كتير أكتر من العادة بالنسبة لحالة البحر في المكان ده. ولما بتيجي مركب التفتيش بيسألوه ازاي قدر يصطاد كمية السمك دي، وبيقول لهم انه حظ مش اكتر، وانه ما عملش اي طريقة جديدة للصيد. وبيشوفوا اونتن وبيسألوها عن صيد ماركوس، وبتقول لهم انه صياد طيب علشان كده ربنا اداله رزق كتير. بعدها بيقول ماركوس لأوندن انها لو حابة انه ينزلها عند البيت قبل ما يروح يبيع السمك، بس بتقول له انها خلاص الناس شافوها ومفيش فايدة انها تستخبى. وبيدخل ماركوس للمينا ومعاه أوندن، وبيستغرب كل الصيادين من كمية السمك اللي معاه. وبتنزل أنا مع أوندن للمية علشان تعلمها العوم. ولما بيلاقوا حاجة تحت رجليهم بتقول أنا لأوندن إن ده جلدها، وبياخدوه وبيدفنوه عند البيت. تكون أنا لسه معتقدة إن أوندن عندها قوة خارقة، فبترمي نفسها في المية عند المينا، وبتنزل أوندن وبتنقذها لكن عادي بدون أي قوة خارقة. بعدها بيلاقي ماركوس واحد مستنيه عند بيته، وبيسأله عن البنت اللي بتركب معاه المركب، وبيستغرب ماركوس إن في حد بيسأل عن أوندن. وبالليل بيجي نفس الراجل للبيت اللي كان سأل على أوندن وبيدور عليها، بس بتستخبى منه، وبتلاحظ إن معاه مركب عليها ناس بيدوروا عليها وبيمشوا لما بيفشلوا إنهم يلاقوها. وبتقول أوندن لماركوس إنها كانت ممكن تعيش معاه زي ما أنا قالت، بس جوزها اللي باعت الناس علشان تدور عليها. وبيحصل لأنا وعيلتها حادثة في المدينة مع الراجل اللي كان بيدور على أوندن. وبيقول الدكتور لماركوس إن مايكل جوز أم أنا مات، وإنهم هينقلوا كليته لأنا ويعملوا العملية. وبتروح أوندن في المستشفى للراجل اللي بيدور عليها، وبتسأله عايز منها إيه، بيقول لها إنه جاي علشان يرجعها لمكانها الطبيعي. بيقول لماركوس طريقته إن لازم يخلص من حبيبته الجديدة لأنها خلاص بقت نحس وما بقتش تجيب الحظ زي الأول، وأول شيء نحس هو موت جوزها مايكل. وبيروح ماركوس وهو سكران على أوندن وبياخدها، بيكون عايز يرجعها للبحر تاني، وبياخدها عند انفجار موجود في البحر وبيسيبها وبيمشي. ولما بتخرج أنا من المستشفى بتسأل أبوها عن أوندن، وبيقول لها إنها خلاص رجعت للبحر.
وبتقول له انا انها لازم ترجع هنا تاني لان ليها حاجه لازم تاخدها، وبتكون قصدها على جلد حوريه البحر اللي كانوا دفنوه في الارض. وبيرجع ماركوس لاوندن عند الفنار وبيسالها عن قصتها الحقيقيه، وبتقول له انها مهربه مخدرات وكانت مع جوزها في عمليه تهريب، ولما الشرطه هجمت عليهم نطت في البحر، والشرطه قبضت على جوزها بعد ما رمى الهيروين في البحر لانه ما بيعرفش يعوم. عكسها هي سباحه شاطره، وانها فضلت تعوم وسط الامواج لحد ما الشبكه بتاعته اصطادتها قبل ما تغرق من التعب. ولما بيرجع ماركوس لبيت بنته بيلاقي جوز اوندن موجود وبيهددهم علشان عايز يعرف مكان الهيروين اللي اوندن خبته منه، بيكون هو اللي كانت اوندن دفنته عند البيت. وبتاخد اوندن جوزها علشان تديله الهيروين اللي دفناه، لكن لما بتروح مش بتلاقيه لان انا بتكون خبته في صندوق على مركب ابوها، لانها معتقده ان ده جلد اوندن، ولما بتخبيه اوندن هتفضل عايشه معاهم. بس بتضطر في النهايه ان تعرفهم مكانه على المركب. وبتقدر اوندن انها تزق جوزها في البحر بيموت غرقان، وبيمسك ماركوس المساعد بتاعه بيسلمه للشرطه، وبتقبض الشرطه على اوندن. ولما بتحقق معاها بتثبت ان جوزها هو اللي كان بيجبرها على تجاره المخدرات وانها ملهاش دعوه بحاجه، وبتسيبها الشرطه بعدها. وبيقرر ماركوس انه يتجوز حوريه البحر. ولحد هنا خلص فيلمنا. ما تنساش تشترك في القناه ونشوفك الفيلم الجاي.